أنا حاليا موجود في أشهر ساحة في المغرب والقلب النابض لمدينة مراكش، ساحة جامع الفناء. هذا المكان الذي يعتبر ملتقى لأبناء البلد والسياح من كل أنحاء العالم. يرجح التاريخ إلى أن ساحة الفناء تم بنائها مع بداية تأسيس مدينة مراكش عام 1070 1071. عشان كذي راح تلاقي مجموعة من الأشياء التراثية اللي ترمز إلى هذا المكان واللي ترمز أيضا إلى المغرب. من أهم المقتنيات الجلابة الأصيلة المغربية، احنا نقول عليها جلابية. في هذا المكان راح تلاقي تنوع كبير جدا على مستوى الاختيارات وعلى مستوى الجودة وعلى مستوى التصميم، لكن خليك حريص تطلع من هذا المكان وانت ماخذ لك واحدة من هذه. في المغرب لا يمكن المساومة على حب الوطن، لأنه يأتي في الدرجة الأولى في قلوب أهل المغرب. لذلك كل ما تدخل إلى أي محل لازم تلاقي صورة لجلالة الملك الله يحفظه. بالقرب من ساحة الفناء ساحة الرحبة القديمة. في هذا المكان الصناعات التقليدية. توصل إلى هني راح تكتشف مدى مهارة المواطن المغربي في صناعة الأمور التقليدية مثل هذه القبعات السعفية وغيرها. ساحة جامع الفناء يستقبلك المغاربة بكل حب، بعاداتهم وتقاليدهم وابتسامتهم وقلوبهم الوسيعة. دائما وأبدا هكذا عودتنا المغرب. حفظ الله المغرب وأهلها من كل سوء. احنا رايحين وناخذ قهوتنا ونتوكل على الله. هذا من المشاريع الجديدة اللي موجودة في مدينة مراكش. هذا المشروع، هذا شايفين الكافيهات والمطاعم، هذا التصميم